وانا ليه اتعب نفسي واقعد ادور على شغل، وفي حاجات كتير ممكن تخليني صاحب عمل ورئيس مجلس ادارة نفسي. طب كيف؟ بص يا ابو عمو، ما يهمنيش انت مين ولا انت منين. انا اللي يهمني انك تعتمد على نفسك عشان تبقى انسان ناجح. كتير خريجي جامعات بدون وظائف ومستنين الوظيفة تجيهم. ايوه بيعملوا محاولات كتير بس سوق العمل متفي. شباب كتير بيتخرج وقاعد من غير شغل. أراهن لو ما تعرفش المثل اللي بيقول العلم في الراس مش في الكراس. كلنا عارفين المثل ديتي بس مش فاهمين معناه. هي ليه ذكر راسك الأول؟ عشان راسك أو دماغك هي اللي هتخليك صاحب عمل. وصاحب عمل يعني رجل أعمال، بزنس مان يا أبو عمو. طب كيف هبقى رجل أعمال من غير رأس مال؟ ركز معاي كده في الكلمتين دول. رأس مال، ذكر الرأس برضو الأول قبل المال، يعني فتح راسك شوي، فتح مخك. أنا ليه كل محتواي عن الصناعة؟ ليه بديلك الأفكار والحلول اللي هتحل بيها مشاكلك؟ عشان عارف الصناعة بتبني دول، ولما نكون منتجين محدش هيتحكم فينا كبشر، والبشر هي اللي بتبني الدول. إنتاجنا اللي هيبنيني، إنتاجنا مش هيخلي دول تتحكم فيني. الاكتفاء الذاتي يخليك واقف على أرض صلبة وقادر تواجه التحديات والصعوبات اللي بتواجهك من جميع الجهات. ما تخليش المعلومة توقف عندك، حب الخير لغيرك كل الخير يجيلك.